السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة اللي نبداو بها هي اللهم إن هذا لمنكر. هذا منكر كبير ماشي صغير، وما خص حتى واحد من الساكنة ديال مدينة تاوريت ولا المسؤولين ديالها يسكت، واللي يسكت راه مشارك في هذا الإثم تاع هذه المضرة اللي غادي تضر هذه الساكنة المحيطة بهذه المعامل الزيتون. كما كتشوفوا وعلى لسان الساكنة بأنها المرة الرابعة في ظرف 10 أيام اللي كيطرطق هذا القادوس. اللي كنعرفوا بان معامل الزيتون يعني عندها واد الحار خاص بها، ولكن دابا بانه كنشوفوا بانه مشترك مع الواد الحار تاع الساكنه. يعني كيفاش غادي تصوروا دابا التلميذ غادي يقطع الطريق باش يمشي للمدرسه ديالو؟ يعني لابد يمر في وسط هاد الادويه لاسيد كما كيقولوا. يعني هادشي خطير بزاف. حنا ما غادي نحملوا المسؤوليه حتى لواحد، ولكن المسؤولين هما اللي خصهم يقولوا لنا شكون المسؤول. الا كانت معامل الزيتون يحدوها، الا كان المكتب الوطني للماء والكهرباء يحدوه، وإلا كان المجلس البلدي يحدوه، ولا شي جهه اخرى اللي مسؤول على هذا الشيء. هذا الشيء راه مضر، راه خطير باش هذا الشيء يكون في وسط شي مدينه. هذه راه غير مقبول نهائيا باش يكون هذا الشيء في وسط شي مدينه. حرام هذا الشيء، عيب وعار، والله الا عيب وعار. اليوم 19 يوم الاثنين